نشوف بقى الجمال ونشوف الطعامة ونشوف الحلاوة بتاعة صينية البسبوسة اللي هنعملها النهاردة. زي ما احنا شايفين كده متماسكة، بس ماسكة ازاي وشايفينها في نفس الوقت مرملة وفي نفس الوقت دايبة ازاي زي ما احنا شايفين كده. نحط بقى اللون الكراميل اللي احنا عايزينه اللي هو الذهبي الفاتح ده، نص كوباية زبدة قصدي سمنة، ونروح حاطينها كده، ونجيب كمان نص كوباية لبن وهنحطها حبة بحبة عشان هيحصل فوران، فنوطي النار. نتأكد بقى ان الكراميل كله داب في قلب السمنة واللبن، الخليط كله بقى متجانس مع بعضه. انا هنا زي ما انتم شايفين كده جبت بولة او اي حاجة اعمل فيها البسبوسة. فعندي هنا نص كيلو سميد سايب. خلاص هنبدأ نقلب جوز الهند على السميد كده بايدينا، ان احنا نلم بس كده. احنا عارفين ان البسبوسة مش بتتعجن، يا دوبك بتتلم بالسوائل اللي بتتحط لها. وفي الاثناء دي انا محضرة صينية يكون جدارها مش عالي، وهجيب الصينية اللي انا دهناها السمنة زي ما احنا شايفين كده. طبعا في الوقت دوت اللي بيحبها بالمكسرات بيحط فيها من فوق، مثلا بيرشق كده فيها من فوق. احنا محتاجين بقى لشربات البسبوسة كوبايتين سكر زي ما احنا شايفين كده، وكمان كوبايتين مية عليهم، وهنرفعهم على النار. طبعا قلنا كوبايتين سكر كوبايتين ميه وعصره نص ليمونه كبيره او ليمونه صغيره. زي ما احنا شايفين الشربات عندي بدا يغلي. انا هحط عليها باكت فانيليا. شايفين كده انا طلعت البسبوسه حالا اهيت من الفرن. نستنى عليها لغايه ما تشرب الجزء دوت، تشربه بنديها تاني غيره. حبايبي ودي كانت نتيجة صينية البسبوسة جميلة جدا. اتبعوا الخطوات والطريقة والمقادير وهتطلع زي ديت وأحسن كمان. وشوفوا الفيديو كله بالكامل. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ودعوة حلوة من قلوبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.